من غير اي مقدمات كتير. النهاردة هنعمل وصفة حلوة قوي، كل الاطفال بتحبها والكبار كمان. وتنفع لللانش بوكس في المدارس، تجديد وتغيير. ووجبة موفرة جدا جدا ومغذية كمان جدا، واحسن من اللي انت بتشتريها من بره بكتير. على الاقل انت عاملاها في بيتك من غير اي اضافات ومن غير اي مواد حافظة. يلا بينا نشوف مع بعض الطريقة اهي. انا جبت هنا صدر فرخة، وقطعته كويس، واللي هي الصدر اللي هو الحتة اللي بتبقى فيها اللي اسمها الموزة دي، انا بشيل العرق منها وبنضفها كويس. طبعا انا كنت غسلاه ونقعاه كويس. هبتدي بقى اجيب الكبة بتاعتي وافرمه فرم كويس جدا لحد ما يبقى ناعم معايا، لحد ما يبقى معجون ناعم معايا كده. لو الكبة بتاعتك زي ما عملت معايا كده صغيرة، اقسميه على مرتين. انا هقسمه على مرتين زي ما هتشوفوا كده دلوقتي معايا، عشان يتفرم كويس واتاكد ان هو اتفرم كويس. هفرمه كويس وهنضيف التوابل اللي عليه مع بعض. هقولكوا كل الخطوات، سهل جدا وطعمه حلو قوي، وينفع في السندوتشات زي ما قلتلك، وينفع كوجبة، وينفع في عزومات، يعني ينفع في كل حاجة، وبيرمي معاكي كمية. النص كيلو دولت عملوا معايا كمية حلوة قوي زي ما هتشوفوا في الفيديو كده. طبعا لو كان نص بانيه بس عادي كده مكانش هيعمل معايا حاجة. وقسمته كمان على مرتين. هنا جبت 5 معالق فيجيتار. اللي عرف احنا هنعمل ايه يكتب في الكومنتات. 5 معالق فيجيتار، والتوابل بتاعتي ملح وفلفل وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر، وربع معلقه صغيره حبهان، وكمان 11 بخور. ولو عندك، لو حابه تضيفي مرقه دجاج فوريه ضيفي، تديها طعم وتزود النكهه بتاعتها. لو مش حابه خلاص. هبتدي كده اعجنه كويس لحد لما يشرب كل العجينه بتاعت الدجاج تشرب معايا التتبيله كلها. وهبتدي دلوقتي اشكلها معاكم زي ما انتم شايفين كده. ليها بقى كذا تشكيله، وتقدري تحشيها حشوات كتير. تقدري تعمليها زي كوردون بلو، هيرمي معاكي كميه حلوه قوي. او تعمليها ستريبس طبعا، او تعمليها سوري، او تعمليها شكليها زي ما انت عايزه. ممكن لو عندك قطعات اشكال تفرديها على ما بين كيستين، وتقطعيها بالقطاعات، هيطلع معاكي شكل حلو قوي للاطفال. اشكال جميله تقدري تعملي بيها. وكمان تقدري تحشيها بقى معاكي كور كده صغيره بوبس. تقدري تحشيها بقى موتزاريلا، او موتزاريلا رومي مدخن، قطع كده صغيره كده في قلبيها زي ما هتشوفوا معايا. هوريكم برضو. ويعني دي شكلها بقى براحتك. طبعا احنا ولا حطينا بطاطس ولا حطينا حاجات كتير، عايزين طعم الفراخ يبان فيها وفي نفس الوقت ترمي معانا كميه. انتوا هتشوفوا ان هي هترمي معايا كميه. وتقدروا كمان تعملوه برجر، يعني تعملوه على شكل دائري زي ما تشوفوا معايا، وتحشوه جبنه، وتعملوه في سندوتشات الكايزر، عيش كايزر. ان شاء الله الايام اللي جايه هعمل معاكم عيش كايزر، هيبقى تحفه قوي زي الفينو. بس انا زعلانه منكم عشان انتوا في الفيديو الاخير ما كانش الريتش حلو قوي، والفيديو بتاعه ما كانش حلو، محدش شجعني فيه. فانا زعلت وتاخرت عليكم. فاتمنى ان انتوا المره دي تشجعوني بلايك وكومنت. ولو لسه ما اشتركتيش في القناه اشتركي، هتعجبك قوي. وهقدم فيها نصايح الفتره اللي جايه برضو حلوه قوي عن الطبخ والموتزاريلا. ازاي يعني لو هي مش احسن حاجه ازاي تعلي الكواليتي بتاعها وتموت معاكي وتسيح. هقدم لك شويه نصايح، تابعيني بس في الفيديوهات بتاعتي. بفتح كده اعمل فتحه صغيره واحط فيها الجبنه الموتزاريلا، وبعد كده بعملها. ده انا ممكن استخدمه كبرجر، التاني استخدمه عادي. وعملته منه بوبس برضو، تقدري تشكلي زي ما انت عايزه. الطبق الكبير ده انا عملته وحطيته في التلاجة. براحتك بقى، ممكن تسيبيه تاني يوم، ممكن 3-4 ساعات يجمد بس شويه وتبداي تعمليه. عندي هنا الكريسبي، جبته وطحنته شويه لانه كان طلع خشن، وحطيت عليه معلقه فيجيتار. ممكن لو انت حابه الحامي تحطي حامي، بس انا جايبه البارد. وبرده بقسماط، لو انت حابه تعملي بقسماط. انا هعمل معاكم النوعين عشان تشوفوا. الاتنين بيبقوا حلوين، والاتنين طعمهم حلو جدا، احسن من بتاع الشركات بكتير. انا هنا باخد القطعه بتاعتي بغلفها كويس بالكريسبي او الفيجيتار، واضغط عليها حلو،
واحطها في ميه. ممكن تستبدلي الميه ديت، انا بعمله اقتصادي اهو من غير اي مكونات كتير. بعمله ممكن تحطي بيض ولبن وتضربيهم كويس، وتروحي جايه حاطه من الكريسبي للميه او اللبن، وتضغطي وترجعي تاني الطبقه التانية عشان يبقى طبقه حلوه كده معاكي، ما يبقاش طبقه خفيفه، وتضغطي كويس. ونفس الكلام في الفيجيتار او البقسماط. زي ما انتم شايفين كده انا كنت عملت معاكم البقسماط برضو بيبقى طعمه حلو. ولو عايزه تعملي فيجيتار اعملي فيجيتار، انا عامله 2 في الاخر كده فيجيتار كان طعمهم حلو برضو. وقسمتها على طبقين، وممكن اقسمها على 3 كمان. انا كنت اقسمها على 3 في الاول، ورجعت بعد الفيديو بعد ما قفلت الفيديو قسمتها على 3 اطباق. لو الطبق بتاعك زي بتاعي كده حطيه. لو انتي طبق هتستخدمي منه كذا مره والطبق بتاعك كبير، تحطي ما بين كل صف وصف ورقه، او يعني ايه، عشان لما تيجي تطلعي تعرفي تطلعي بكل سهوله، وما يبقاش كله ماسك في بعض وتضطري انتي تفكيه وتعملي كله مره واحده. ممكن في الخطوه دي تعمليه نص قليه وترجعي تقليه تاني، تشيليه في الفريزر مجمد ترجعي تقليه تاني. الخطوات اللي جايه المره الجايه باذن ربنا هعمل معاكم الستريبس ازاي تخزنوه بكميات حلوه، وهعمل معاكم بالخلطه بتاعتي، وهقول لكم عليها خلطه جميله جدا بتاعه المطاعم وانا جايباها من شيف. تابعوني وما تنسوليش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي.